انا مش موافق اموت. الجمله دي قلتها وانا صغير خالص، في اول مره اسمع فيها عن الحكايه بتاعت الموت دي. كنت في بيتنا عادي في عمارتنا، وبعدين حصل حاله وفاه في العماره عند حد من الجيران، انا مش فاكر هو مين، وحط تحت مش فاكر هو مين دي مليون خط. المهم يا جماعه، يعني ايه الناس كلها لابسه اسود كده ليه؟ اصل فلان الفلاني مات. يعني ايه مات يعني خلاص راح عند ربنا، مبقاش موجود معانا. يعني ايه الحكايه دي؟ يعني خلاص حياته خلصت؟ الله، هو احنا حياتنا بتخلص؟ ده حكايه مرعبه قوي. المهم من يومها وانا مرعوب قوي من الحكايه بتاعت الموت دي. وبعدين قعدت افكر يا جماعه، اللي هو الحياه قصيره قوي كده، يعني انا هلحق اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كل حاجه، انا عايز ابقى رسام، وعايز ابقى دكتور، وعايز ابقى مغني، وعايز ابقى كل حاجه. او كده خلاص بقى اختار اي حاجه واعيشها وخلاص انا حظي. بالنسبه ده الموضوع اللي خلاني احب الفن بتاع التمثيل من وانا عيل صغير. ليه؟ لان التمثيل هو تقريبا الفن او المجال الوحيد اللي هيخليني اقدر اعيش كذا شخصيه وامتهن كذا مهنه. فعشان كده حبيت التمثيل قوي من صغري، وانا باصص عليه كده وعايز اشتغل الشغلانه دي. وفضل السؤال يجري ورايا فتره كبيره جدا، اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، يعني اعتبروه تدبر طفل، اللي هو مفيش اختراع تاني ممكن يتعمل بدل الحكايه بتاعت الموت. اللي هو ماشي، ده الموت ده عشان احنا ننتقل للحياه الاخرى اللي هنتحاسب فيها كلنا، اللي هو يوم القيامه. طب مش لازم الموت، يعني مش لازم الحكايه بتاعت ان احنا نتكفن بقى وندود ونتحلل ونغيب عن اهالينا، واهالينا يغيبوا عننا، والناس اللي بنحبهم وهكذا. ما كان ممكن اي حاجه، يعني كان ممكن مثلا اللي هو الملك اللي هينزل ده بدل ما ياخد روحنا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني انا كنت قاعد بدور على اختراع، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله، انا كنت مجنون بس اللي هو كان يعني ممكن بدل الملك ما ينزل ياخد روح البني ادم، ممكن الملك ينزل ينذره، يقول له ايه، انت من النهارده خلاص كتابك اتقفل، ما عادش هيتأيد عليك ولا حسنات ولا يتأيد عليك شرور، بس انت النهارده خلصت كده، اعمالك خلصت. بس قعدت افكر بعديها، اللي هو طب ما لا، ما ممكن البني ادم يجي لما يجي له النذير ويعرفه انه خلاص كتاب بقى اعمالك كده خلاص، ما عادش هيتأيد فيه حاجه، يبدا يعمل شرور كتيره جدا، يبدا بقى يقتل ويسرق وينهب ويتفرج على ايدي الموجي. ممكن الانسان يقعد طول حياته فيها صالح ويعمل فيها خير ويحوش الشر كله لحد ما كتابه يتقفل، يبدا بقى يعمل بشر. فلا، ما تنفعش الحكايه بتاعت دي. خلاص، يبقى احنا اليوم اللي هيجي فيه النذير او الملك اللي يقفل فيه كتابك، مش هيقفل باب الشر او الكتاب اللي هيتكتب فيه سيئاتك. كتاب سيئاتك هيفضل شغال، خد بالك، بس حسناتك بس هي اللي وقفت. بس برضه ما تنفعش الحكايه دي. ليه؟ ممكن بني ادم يعمل غلطات كتير قوي من غير ما يقصد، وخلاص بقى ما هو باب التوبه مقفول بقى، والحسنات خلاص، يعني احنا يعني مش هينفع بقى خلاص تعمل حسنات تصد، لان الحسنات اتقفلت. فبقى خلاص لا ينفع نوقف لك الكتاب بتاع السيئات ولا ينفع نوقف لك الكتاب بتاع الحسنات. هو الحل ايه؟ الحل اللي انت كلك على بعضك كده باعمالك كلها تقف. بعدين قعدت افكر، طب ما اقف بطريقه تانية. طب ما يعني ممكن الشخص اللي هيموت ده مش لازم الطريقه دي، مش لازم الموت، النفق، الضلمه، القبر، القصه دي مرعبه قوي. ممكن يتعمل مثلا زي اوض كده نشوفها في السماء، يعني الشخص اللي يموت ده بدل ما كان يدفن في قبره والطريقه المحزنه دي وانه يغيب عننا خالص، احنا ممكن مثلا نبقى شايفين، يعني الشخص لما يموت نبدا نشوفه فوق مثلا قدامنا كده في السماء. بس والله قلت فكره حلوه. بس بعد كده برضه لما فكرت قلت لا، ما الطريقه دي برضه دي مرعبه اكتر. تخيل شخص كان قاعد معاك، انت بدات تشوفه ومش قادر تلمسه، وبالعكس انت بدات حاسس انه مراقبك. بعدين تقع في مشكله اكبر، انت هتبقى خايف من الانسان، ان انت مكسوف تعمل ذنبه قدامه مثلا، او تغلط في حد الانسان ده كان بيحبه مثلا، او ومش خايف اصلا من ربنا. طب برضه انت هتقع في مشكله كمان، انت مش هتقدر تنساه. اي نعم احنا ما بننساش الناس اللي بتتوفى وكده، بس برضه هم مش قدام عينك طول الوقت عشان انت تقدر تعيش. يعني انت لا منك تبقى نسيتهم، ولا منك ان انت ما عشتش، لا انت بتفتكرهم وفي نفس الوقت انت بتعيش. لكن موضوع ان هم يبقوا واضحين قدامنا كده في اوض في السماء او في شاشات كده يتعرضوا من خلالنا، لا الموضوع طلع مرعوب اكتر. وبعدين قعدت الف واروح واجي وادور بقى واكتب في نظريات وبتاع، واكتشفت فعلا ان احسن حل هو الاختراع بتاع الموت اللي احنا نعرفه ده، اللي بيحصل ده، اللغز بتاع الموت ده. هو فعلا واختراع حلو قوي، يعني مش اختراع وحش، مش اختراع مرعب، مش النفق الضلمه. فبدات افكر في حته تانية، ما هو اختراع جميل قوي كده، وفعلا هو انسب حل للطريقه بتاعت ان احنا ننتقل من الحياه للاخره بقى، اليوم اللي احنا نتحاسب فيه ويوم القيامه. طب احنا ليه بنترعب قوي منه كده؟ ليه بنخاف منه للدرجه دي؟ وليه اللي هو ليه بعد الشر؟ يعني ليه ما هو طلع الحاجه لذيذه اهي. والله هو لان احنا بنفكر له غلط، احنا بنفكر لحد ما قبل الموت، عايزين نعمل كل حاجه
قبل ما نموت احنا مستقبلنا كله ممتد من الحاضر لحد اليوم اللي هتموت فيه، وده غلط. احنا مستقبلنا كله اصلا بعد الموت، والموت ده مش النهاية، ده هو جسر جميل قوي بتعدي عليه عشان تروح بقى لمستقبلك. احنا المفروض هنا بنحضر للجزء بتاع مستقبلنا، احنا المفروض هنا بنسعى عشان ننجح في الجزء اللي بعد الموت. ولما ما عملناش ده بقينا نترعب من الموت. لو احنا شايفين في دماغنا ان مستقبلنا فعلا هو اللي بعد الموت ده، وبدأنا نسعى في الدنيا وهدفنا كله هو الحتة اللي بعد الموت دي، بالعكس ده الموت بالنسبة لنا هيبقى حاجة جميلة قوي، وهيبقى محطة يعني مش هتبقى بالرعب الشديد ده بالعكس ده هتبقى محطة اللي هو هتحس ان انت اللي هو اخيرا. عارف لما تسلم ورقه الامتحان بتاعتك في اللجنه وانت في ثانويه عامه، عارف الشعور ده وقتها؟ بس مش هتتضايق من الموت، والموت ده مش هيبقى بالنسبه لك المكان النفق الضلمه، لا بالعكس ده هيبقى جسر كده ومنور وبتعدي عليه عشان تاخد جايزتك وعشان تحقق النجاح اللي انت كان نفسك فيه وتعيش مستقبلك اللي انت كنت قاعد تبنيه طول حياتك. وفي نفس الوقت ولا انت ضيعت دنيتك اللي هو الجانب اللي انت بتسعى فيه وبتستمتع بيه، ولا خفت من الاخره ولا المستقبل الحقيقي بتاعك بس. ولو بصيت بالعدسه دي برضو للناس اللي توفاهم الله من قرايبنا وحبايبنا، انت برضو مش هتتحسر الحسره اللي تاذيك وتاذيهم دي، لا بالعكس انت هيبقى عندك شيء من الصبر الجميل، تصبر على وفاتهم فربنا يديك حسنات ويديلهم، تدعي لهم فربنا يديك حسنات ويديلهم، انت كده بقيت تبني معاهم مستقبلهم ومستقبلك. بس هي دي الحكايه. وارتحت قوي 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 لما وصلت، لانها كانت تعب تفكيري انا، وطبعا الموضوع كله طفولي قوي وكانه طفل صغير قاعد قدامكم بيتكلم، بس قد ايه انا اتبسطت لما وصلت للحل مع نفسي من قبل ما اضطر اروح ان انا اسال في حد فاسمع كلمه واحطها في دماغي وامشي عليها، وتشيز ده مهم برضه ولازم. لو كنتش وصلت الحل مع نفسي كان لازم اسال حد، استشير حد ممكن الاقي عنده الاجابه. بس انا مبسوط قوي ان انا لقيت اجابه اقنعتني لما سبت نفسي لدماغي انا بس تفكر، اللي هو ده حاجه جميله قوي. المهم يعني ان انا ليه اصلا طالع اكلمكم في فيديو عادي غريب كده مني ليكم. اولا لاني بقى لي فتره طويله جدا غايب عنكم وقاعد بكلم نفسي، فقلت طب ما انا بدل ما بكلم نفسي انا اتكلم معاكم يعني. ثانيا الفتره الجايه دي انا هنزل لكم مسافر عبر الزمن، مسلسل اسمه بين العصرين، انا قاعد بكتبه دلوقتي ان شاء الله، وربنا يقدرني لان انا المفروض ان انا هكتبه واصوره ومنتجه، يعني ربنا يقويني يعني. وانا بجد بعمل حاجه دي بمنتهى الحب لان عارف قد ايه انتوا بتحبوا مسافر عبر الزمن. فما بالكم بقى لو عملنا مسلسل اسمه بين العصرين للسوشيال ميديا كده ويبقى عن مسافر عبر الزمن، فاعتقد ان دي حاجه تبسطكم وانا هتبسط طالما الحاجه دي هتبسطكم. القطه وقعت ايه؟ ربنا يستر. ثالثا انا مش عارف انا قلت ثانيا ولا لا. رابعا بقى انا اوقات كتير قوي قاعد بتكلم مع نفسي فترقبوا مني كل شويه فيديوهات من النوع زي النوع بتاع النهارده ده، ابقى طالع عادي بمنتهى التلقائيه، وممكن ابقى اشيل الفيديوهات دي بعدين يعني اصلا، يعني واخد بالك. وبس كده والله يعني ما طولتش عليكم، سلام عليكم.